العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل، أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية التي نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. أستلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. أهلا بكم إلى التفاصيل. شفي 3 مرضى مصابون بفيروس كورونا الذين كانوا يتلقون العلاج في المستشفى، وذلك بعد إجراء التحاليل الطبية في المختبر الوطني وودعوا إلى منازلهم. وكان 3 مرضى قد تم توديعهم أيضا إلى بيوتهم بعد شفائهم في 18 من أبريل. وبهذا تم شفاء 6 مرضى من المواطنين 39 المصابين بمرض فيروس كورونا في البلاد. وزارة الصحة 21 من أبريل 2020. اتخذت إدارة مدينة مصوع إجراءات قانونية بموجب التعليمات التي أصدرتها وزارة التجارة والصناعة في 21 من مارس الماضي ضد المتاجر التي رفعت أسعار المواد الاستهلاكية. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة مدينة مصوع السيد تولد تسفازجيل وكالة الأنباء الإترية بشأن أوضاع الأسواق أن 5 متاجر لبيع الخضر والفاكهة و10 متاجر الذرة و89 متجر مواد استهلاكية قرمت بأكثر من 250 ألف نقفة. وفي الوقت الذي يقوم به الشعب في الداخل والمهجر بجمع التبرعات لدعم جهود التصدي للوباء ومساعدة المحتاجين، فإن الجشع والسعي لزيادة الثروة الشخصية مرفوض بالقيم الفطرية والأخلاق ويعتبر جريمة بنظر القانون، داعيا المواطنين للتعاون لوضع حدا لمثل هذه الأعمال الجشعة. من جهة أخرى قدم سكان مدينة عصب أكثر من 153 ألف نقفة لمكافحة وباء كورونا ومساعدة المحتاجين. كما قدم أصحاب الحافلات في المدينة 19 ألف نقفة، ومدرسة حبل لتعليم قيادة السيارات 5000 نقفة. وساعدت جمعية السلام والتعاون في طوالت ب34 أسرة محتاجة، بينما ألقى السيد ميكيل يعقوب المقيم في السويد إيجار شهرين ل3 أسر تستأجر منزله في مدينة مصوع. وقدمت مختلف الاتحادات والمؤسسات والقرى وعمال المؤسسات الحكومية في إقليم شمال البحر الأحمر مع مجموعها أكثر من 1,100,000 نقفة لصندوق مكافحة فيروس كورونا. في إطار استكمال التبرعات المالية والعينية للتصدي لفيروس كورونا، تبرعت أسرتان ب1,000,000 نقفة لكل منها. وأفادت وزارة الصحة بأن أسرة السيد تكية تسفا جابر قدمت مبلغ 1,000,000 نقفة، كما قدمت أسرة السيد إزرا بيرو مبلغ 1,000,000 نقفة أيضا. وتبرع صاحب فندق سافانا ب100,000 نقفة، وعمال مطبعة ساور ب140,000 نقفة، ومالكة نادي بولونيا مع ابنها هلال عند ميكائيل ب100,000 نقفة، ومواطن من أسمرة لم يرد ذكر اسمه ب100,000 نقفة، وصاحب مطعم عربونة ب30,000 نقفة، وجلوب لتأجير السيارات ب30,000 نقفة، والجمعية التعاونية لضابط الصحة ب10,000 نقفة، ومطحنة فيلاجو وعدن نفاس القلال ب10,000 نقفة، وإدارة ضحية أبا قوقات ب30,000 نقفة، وإدارة عبيقرات ب10,000 نقفة، والجمعية التعاونية للفرقتين 16 و70 في عدقيح ب5,000 نقفة. كما تبرعت مؤسسة قربة الخاصة ب8,000 نقفة، والجمعية السلام للحافلات الصغيرة ب40,000 نقفة، وسا انتربرايز ب50,000 نقفة،
ومؤسسة رقاشة الأسرية ب5000 نغفة، ومواطن من أسمرة لم يرقب بذكر اسمه ب10,000 نغفة. وقدم عدد كبير من الأفراد مبالغ مالية بأكثر من 337 ألف نغفة، ومواد وخدمات تقدر بأكثر من 500 ألف نغفة. في غضون ذلك وصل الإريتريون المقيمون في كندا تبرعاتهم وقدموا مبلغ 350 ألف دولار كندي. وفي الدول الاسكندنافية قدمت الجالية الإريترية في النرويج 600 ألف كرونر إضافي، والاتحاد الوطني للمرأة الإريترية فرع السويد ب250 ألف كرونر، والاتحاد الوطني للمرأة فرع أوميو ب50 ألف نغفة، وشباب الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في ستوكهولم وسكارا وإسكلستونا ويافلي سانفيك ب41 ألف نغفة ب41,650 كرونر، وفرع الاتحاد الوطني للمرأة الإريترية وجمعيات المعاقين ولجنة الرياضة في يوتوبري ب20 ألف كرونر، والجالية في أوبسالا 20 ألف كرونر، والتصدي الإريتري العالمي 20,167 كرونر، والجالية في جنوب السويد ب15 ألف كرونر، ولجنة التصدي في يوشيمبنغ ب10,111 كرونر، وأبناء مايتمناي 10,000 كرونر، وجمعية المرأة للأشغال اليدوية في أبسالة ب10,000 كرونر، وجمعية مريم مدينة برغن النرويجية ب4,538 كرونر. على الصعيد النفسي تبرعت جمعية سيارات الأجرة في مدينة كرن 20 ألف نغفة، والاتحاد الوطني للمرأة في بلدة عتكليزان ب2000 نغفة، وضحية شندوا ب10,000 نغفة، وضحية بكسا ب1000 نغفة، بينما قدمت مؤسسة وارسا انتربرايز دعما عينيا بقيمة حوالي 22 ألف نغفة لخدمات النظافة للمعاقين في معسكر دندن والأيتام. أفاد مراسل وكالة الأنباء الإريترية بأن التعليمات الصادرة للسيطرة على وباء فيروس كورونا تنتهك في مدينة مندفرة وضواحيها باختلاق مختلف الأسباب. وذكر المراسل بأن توجيهات التباعد الاجتماعي والخروج بالتصريح قد انتهكت خاصة في أيام أعياد الفصح، وأوضح بأن رجال القانون والجهات الأخرى تعمل لتنفيذ التعليمات والسيطرة على الخروقات، غير أن المهام التي يقومون بها لا تنجح إلا بالتعاون الشعبي والإدارات. من ناحية أخرى يتم معاقبة التجار الذين رفعوا أسعار المواد الاستهلاكية مستقلين الفترة الحالية العصيبة، ويجب مواصلة الرقابة والمتابعة لوجود تجار لم يصححوا بعض أخطائهم. ذكر مدير مديرية قلوجة السيد سيزر مريم أن الماشية في وضع جيد بالمديرية التي تشهد نشاطا زراعيا ورعويا واسعا، وقال أن إقامة المحميات الرعوية وخدمات التطعيم والبيطرة تدعم جهود المزارعين والرعاة وتكاثر الماشية. وتشير الدراسات الأولية إلى وجود 330 ألف رأس من الماعز والأغنام، و187 ألف رأس من الأبقار، و6 آلاف من الإبل، وتحصل على المرعى والمياه عن كثب لتنتهي صعوبات الرحيل بحثا عن الكلاء وتساعد للنمو ووفرة الإنتاج. وعرض أصحاب الماشية عن الارتياح لوجود الغذاء والماء لماشيتهم والحصول على الخدمات المطلوبة من الحكومة بأسعار مناسبة، ونادين الجهات المختصة لإيجاد الحلول العاجلة للأمراض الحيوانية التي تظهر بين الفينة والأخرى. تقوم إدارة إقليم عصابة بالتعاون مع السكان بتطوير وتوسيع الخدمات الاجتماعية في مديرية قلب، وتشمل الخدمات الاجتماعية التي قربت على الاكتمال مدرستين ومعامل مدارس وصحة وغرف انتظار للحوامل ونادي الشباب. وأوضح مسؤول مدارس المديرية الأستاذ أحمد محمد عثمان أن العمل الذي بدأ في الخدمات في النصف الأول من هذه السنة الدراسية خفف من نقص التعليم التطبيقي، وفي المجال الصحي تم بناء غرف انتظار الحوامل بمبادرات شعبية في ضواحي الزين وكالوق ومرات ومزابات وبرو منسع، وتجري أعمال بناء غرف انتظار الحوامل ومعمل في مركز قلب الصحي. وأشاد مدير مديرية قلب السيد يمان مبرهتون لتعاون السكان لبناء مؤسسات الخدمات الاجتماعية ونادي للشباب. أوضح منمو البساتين في ضواحي روبربية ومالكا وروبا حداس بمديرية فرع أنهم يعملون لتلبية احتياجات أسواق المديرية والتوجه إلى خارجها استفادة من الخبرات المكتسبة.
وذكر المزارعون أن إنتاج مختلف أنواع الخضروات والفواكه ويفصلون الإنتاج إلى أسواق فرع ومصوع وقلعلو. وأشار المزارعون إلى بدءهم تنمية التمر والبرتقال بمستوى محدود، وسيعملون مستقبلا لإدخال ضخ المياه للري بالطاقة الشمسية للحد من المصرفات. ونادى المزارعون إلى ضمان توفير البذور المحسنة والمبيدات الحشرية. وأشاد مدير مديرية فرو السيد عثمان عرفة بجهود المزارعين داعيا إياهم للتأطر في جمعية لفائدة أكبر. أحدثت الأمطار التي هطلت اليوم 21 من أبريل في مدينة عصب والسيول الناجمة عنها أضرارا في الأرواح والممتلكات. وأفاد مراسل وكالة الأنباء الإثرية عن سقوط شاحنة صهريج مياه في واد وانجراف سائقها، كما جرفت السيول أكثر من 50 رأس من الماعز والأغنام في قرى مرقبلة وعسيتا وعسبول بضحية حرسيلة وإحداث أضرار في المباني. ودمرت الأمطار خطوط الكهرباء من عصب إلى آبو وأضرار جزئية في آبار حرسيلة مصدر مياه عصب. سيداتي سادتي إلى فاصل ثم نوافيكم بالأنباء العالمية. أهلا بكم من جديد. أكدت منظمة الصحة العالمية أن الانتباه لتخفيف القيود التي تم اعتمادها لاحتواء فيروس كورونا المستجد سيؤدي على الأرجح إلى عودة المرض. ويأتي هذا التحذير في الوقت الذي تسعى فيه الحكومات إلى تنفيذ خطط لإعادة تفعيل اقتصاداتها. وقال المدير الإقليمي لمنطقة قرب المحيط الهادي في منظمة الصحة العالمية تاكشي كاساي أن إجراءات العدل العام أثبتت فعاليتها، وأنه ينبغي على الجميع الاستعداد لأسلوب حياة جديد يسمح للمجتمع بالعمل مع تواصل جهود احتواء الفيروس. ورغم مخاوف مسؤولي الصحة، أعلنت بعض الولايات الأمريكية خطط إعادة فتح، في حين استأنفت شركة بوينغ وشركة تصنيع معدات ثقيلة أخرى أمريكية الإنتاج، وتتم عمليات إعادة الافتتاح خطوة بخطوة في أوروبا، حيث بدأت الأزمة في الانحسار في إيطاليا وإسبانيا وألمانيا. وتأتي عمليات إعادة الافتتاح في الوقت الذي سئمت فيه الحكومات من ارتفاع أعداد البطالة واحتمال وقوع كساد اقتصادي. مشاهدينا الأفاضل، نكتفي بهذا القدر من نشرة الأخبار، ونتمنى لكم أوقات ممتعة مع بقية الفقرات والبرامج، فإلى هنا.